عمرك قبل كده سمعت عن بنوك شغالة من غير ما يكون اسمها بنك أصلا؟ حاجة كده شغالة في الضلمة، بتقترض وبتتحكم في السيولة ومحدش شايفها، وده اسمه الشادو بانكينج أو النظام المصرفي الموازي. ودول حرفيا العالم المالي اللي في الظل. بص، احنا متعودين ان اللي بيدير الفلوس هم البنوك اللي نعرفها، البنك المركزي، بنك تجاري، مؤسسات مالية رسمية. لكن الحقيقة ان في عالم تاني محدش بيتكلم عنه، عالم كيانات مالية مش بنوك رسميا، بس بتعمل كل حاجة البنوك بتعملها، بتقرض مليارات وبتدير أصول وبتتحكم في السيولة العالمية، وده اللي بنسميه الشادو بانكينج سيستم. طب مين دول؟ هم صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاصة وصناديق سوق المال وشركات التمويل وأي مؤسسة بتقرض وتستثمر من غير رقابة البنوك. الكيانات دي مش تحت نفس القوانين الصارمة اللي على البنوك، وده بيديها مساحة تتحرك بسرعة وبمخاطرة أعلى. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إنها بتتعامل بأرقام مهولة، أرقام أكبر من ميزانيات دول، لدرجة إن بعض التقارير بتقول إن حجم الشادو بانكينج أكبر من النظام البنكي التقليدي نفسه. طب ليه الموضوع ده مهم؟ لأن النظام ده هو اللي كان واحد من أسباب أكبر أزمة مالية سنة 2008. ليه بقى؟ لأنه كان شغال في الخلفية، بيمول الرهون العقارية الخطرة، ولما الدنيا وقعت البنوك التقليدية وقعت معاها. يعني بالرغم من إنه في الظل، هو جزء أساسي في حركة السوق والسيولة وأسعار الأسهم والعملات. فاللي فاكر إن السوق بيتحرك بسبب البنوك اللي قدام عينه بس، يبقى لسه ما شافش العالم اللي في الظل، العالم اللي ممكن يهز الاقتصاد العالمي من غير ما حد يحس. وخلينا أسيب لك السؤال ده، هل كنت تعرف إن النظام الموازي ده موجود، ولا دي أول مرة تسمع عنه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.